شايفين كل الميك اب ده هشيلهولكوا في دقيقه دلوقتي، ودي اضمن طريقه علشان تنامي ومفيش فتفوته ميك اب جوه المسام. اشتهرت اول الفتره الاخيره طريقه الدبل كلينزنج، وانا عارفه ان في بنات كتير منكم خلاص بقوا عارفينها وبيستخدموها، بس البنات اللي ما يعرفوش هي عباره عن انك انت بتغسلي بشرتك مرتين، مره بالغسول الزيتي ومره بالغسول الفومي، يعني علشان تضمني ان انت نضفتي كل حاجه من اعماق المسام وشلتي بقايا الصن بلوك والميك اب والاوساخ والزيوت اللي البشره اتعرضت لها طول اليوم. فانا بما اني حاطه فول ميك اب، تعالوا اوريكم الروتين اللي بعمله. استخدم البين كلينزنج اويل ده، وده غسول زيتي من شركه كوريه اسمها ميكسون. واحلى حاجه في الغسول الزيتي ده ان تركيبه الزيت اللي فيه خفيفه، فما بيطلعش اي حبوب للبشره. كل اللي عليكي انك بتاخدي منه قطره قطرتين كده، وتدعكي بيه بشرتك كلها كده، تدوبي بيه كل الميك اب. الغسول غني بخلاصة خمائر فول الصويا اللي بتدوب لك كل المكياج من على بشرتك، وبتشيلك كمان بقايا واقي الشمس، وبتزيل الزيوت من على البشره والشوائب اللي بتتعرض لها طول اليوم. بصوا الرمش بيتشال بكل سهوله ازاي. بصراحه بينضف البشره حلو جدا من غير ما يحسس البشره، ودي اهم حاجه بالنسبه لي، لان انا من البشرات الحساسه المعرضه للحبوب، فاي حاجه بتاثر على البشره وبتبهدلها لي حبوب. لكن ده لا، ده بينضف لي بشرتي من غير ما يعمل فيها تهيج ولا جفاف. بعد ما دوبتي بيه كل الميك اب كده، تروحي بقى تغسليه. هتاخدي نقطتين ميه كده وتدوبي بيهم كل الغسول الزيتي اللي على بشرتك ده، هيتحول معاكي للون الابيض كده وتبداي تشطفيه. شوفولي بقى منضف البشره ازاي ومخليها بتلمع وجلوي، وانا كده كمان لسه ما حطيتش مرطب. احلى حاجه فيه انه بينضف البشره حلو جدا من غير ما ينشفها، وده لان من مكوناته زيت الجوجوبا وزيت الصويا وفيتامين اي. فبصراحه الغسول ده اديله 10/10.